أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم أيها المشاهدون الأفاضل من الفضائية الترية. نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أستهل معكم بالعناوين الرئيسية. أنا عبد الله محمد. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم أيها المشاهدون الأفاضل من الفضائية الترية. نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أستهل معكم بالعناوين الرئيسية. أنا عبد الله محمد. سياحهم للإنجازات التنموية التي تشهدها البلاد في المجالات كافة، موضحين عن أهمية السيمينارات التنويرية بالتطورات والإنجازات التنموية في البلاد، وأكدوا على دعمهم للحكومة الإريترية في جهودها التنموية. قيم مكتب وزارة التعليم في إقليم عنسبة نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة للسنة الدراسية 2016-2017. وأوضح ممثل الامتحانات الوطنية في مكتب التعليم بإقليم عنسبة الأستاذ حامد عثمان في الاجتماع الذي عقد بمدينة كرن في 26 من نوفمبر أن نتيجة الامتحانات التي سجلت قبل 7 سنوات كانت بنسبة 75%، لكن النتيجة بعد ذلك ظلت في انخفاض، داعيا المدارس للقيام بدراسات دقيقة. بجانبه أوضح ممثل مكتب التعليم في إقليم عنسبة السيد محمد عمر عبد الله أن الاجتماع ساعد للتعرف على القصور لإحداث تقرير إيجابي، وحث لإدخال أسلوب عمل يستكشف قدرات المعلمين والطلاب. وأشار الاجتماع التقييمي إلى أن عمل الطلاب في الأنشطة التجارية وتأخير الممي إلى في المرحلة البرامج التعليمية، وحث للتعرف على المعلمين المميزين في المرحلة المتوسطة وجعلهم يدرسون لسنوات محدودة في المرحلة الابتدائية. وشارك في الاجتماع مسؤولو الأقسام والاتحادات الوطنية في الإقليم ومسؤولو مكاتب التعليم في المديريات وأولياء الأمور. تم بناء مدرسة جديدة تعطي خدمات التعليم المتوسط والثانوي في ضاحية مزبة بمديرية سنعفة من أجل حل المصاعب الدراسية في المنطقة. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ مسقنة قالوا أن المدرسة تحتوي على 24 فصولا تعليمية ومكاتب ومرافق عامة. وشرح الأستاذ مسقنة بأن المدرسة لديها إمكانية استقبال 1500 طالب من 5 ضواحي بالمديرية. وقد بدأت مدرسة مزبة المتوسطة والثانوية تقديم خدماتها ل 659 طالبا، منهم 322 طالبة هذا العام.
نظم فرع وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر دورة صحية ل17 مهنيا، منهم 5 من المهنيات يعملون في مختلف المؤسسات الصحية في الإقليم. وتركزت الدورة النظرية والتطبيقية حول التطورات العامة لفيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز وسبل وقاية الأدوية التي تدخل في فترات مختلفة، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد والنصح. وقال مسؤول مكتب الصحة في الإقليم السيد أسفاو جورا ميكائيل في ختام الدورة أن المعرفة التي اكتسبها الدارسون تضاعف من قدراتهم، مناشدا إياهم لتطويرها على أرض الواقع. من جانبهم ذكر الدارسون بأن المعرفة المكتسبة تساعدهم على توسيع معلوماتهم ودافعا قويا في إنجاز أعمالهم، مناشدين على العمل الدؤوب لاستمرارية مثل هذه الدورات. قدمت خلال اللقاء الذي جمع بين أعضاء الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع الإقليم الجنوبي وبين طلاب المرحلة الثانوية ل10 مديريات بالإقليم، قدمت دعوة لتطوير قدرات الطلاب الأكاديمية والمهنية والعمل على تحقيق الرؤى المستقبلية. وفي تلك المناسبة ذكر مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإقليم الجنوبي الشاب جرماي جبرو بأن الشباب خلال مرحلة بناء الوطن هم من ورثوا القيم الوطنية وعملوا بإخلاص على تطوير العلم والخبرة، مناشدا في الوقت ذاته الطلاب على بذل جهودهم لصقل هذا القيم. وقد ذكر الشاب جرماي بأن الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا يقوم بجهود حثيثة ومنظمة لرفع مستوى وعي الطلاب، ونوه إلى أنه يتوجب على الطلاب تطوير ذاتهم عبر جهدهم الشخصي إلى جانب الفرص المتاحة لهم. إلى ذلك تم التبرع بمبلغ 250,000 نقفة من أجل تطوير نادي الشباب بمديرية ميمنة، وذلك بالتنسيق بين لجنة أصدقاء الشباب وسكان المديرية، إضافة إلى توفير مختلف المستلزمات لها. وقدم مدير مديرية ميمنة السيد فراونجيل دخل هيمانوت شكره على الدعم الذي قدم للشباب في المديرية، وأكد على دور المديرية بتقديم كمبيوترات كدعم منها. ومن جانب آخر ناشد مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بمديرية مصوع الشاب علي فرج خلال لقاء سكان المديرية على بذل جهود منظمة لجعل الشباب ينشؤون على التفكير الإيجابي وجعلهم أفرادا منتجين بالمجتمع. وقدم المشاركون العديد من الآراء والمقترحات حول توسيع نطاق برامج الاتحاد الوطني للشباب والطلبة وبناء مراكز للشباب وتوفير مختلف المستلزمات الضرورية لهم، إضافة إلى الدفع بعقد ندوات ودورات لرفع وعي الشباب. تجرى فعاليات الأسبوع الطلابي لأعضاء الدفعة 31 للخدمة الوطنية طلاب مدرسة وعساي يكالون منذ 26 من نوفمبر الجاري تحت شعار ساوى أساس التنمية والتصدي. ويحتوي الأسبوع الطلابي الذي ينظم بالتعاون بين الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع ساوى والمؤسسات التعليمية العليا ومدرسة وعساي يكالون ومركز التدريب للخدمة الوطنية على مسابقات المعلومات العامة وفن الخطابة والنقاش والشعر والقصص القصيرة والدراما والعروض الثقافية، وكذلك عروض تفصيل الملابس. 5 انتحاريين هاجموا سوقا ومحلات تجارية في منطقة النهروان، قتلت الشرطة 3 منهم فيما فجر الآخران نفسيهما، ما أسفر عن مقتل 8 وجرح 9 من المدنيين. في القطاع البحري والموانئ على الصعيد العالمي بوضع اتفاقية بشأن التعاون البحري الذي يسمح بمواصلة تعزيز مجال تسجيل السفن. قالت الشرطة الأسترالية أنها اعتقلت شابا عمره 20 عاما اشتبه في تخطيطه لهجوم عشية عيد الميلاد في ملبورن. وقالت شرطة فيكتوريا في بيان لها أن عملية الشرطة مستمرة، لكن من قبل المتوقع حدوث مزيد من الاعتقالات، ومن المنتظر أن يمثل الشاب أمام المحكمة لاحقا. وقالت الشرطة المشاهدين الأفاضل بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله.